طبعا لاعب كبير في الاولمبي والاتحاد، احمد فوزي حارس مرمى سابق المنتخب المصري، وليد مهدي مدير المنتخب. مجموعه رائعه جدا وجهاز فني على اعلى مستوى، واختيار موفق من اتحاد الكره لهذا الجهاز المتكامل بقياده وليد مهدي مدير الكره، ثم احمد الكاس، ثم محمد ابراهيم، ثم احمد فوزي، وياتي الاخرون. امامنا حكم اللقاء فيرجوتي. سيبدأ أحداث اللقاء. مصر على اليمين بالأبيض مشاهدينا متابعينا، هايتي على اليسار بالزي الأزرق، وننطلق وبسم الله وعلى بركة الله. تبدأ انطلاقة منتخب مصر تحت 17 عام في المشاركة الثالثة في تاريخه في كأس العالم من هنا من العاصمة القطرية الدوحة. انطلاق أمامية وتحضير طبعا منتخب مصر. هقول لكم على أرقام. أدهم فريد يلعب الكرة العرضية طويلة في منطقة الجزاء. طبعا في موجود حمزه عبد الكريم نجم النادي الاهلي يا جماعه. طبعا ادي محمد حمد اللي بقول لحضراتكم عليه. نركز مع هذه الاسماء، اسماء طبعا واعده وصاعده، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، يكونوا في المستقبل نجوم كبار في انديتهم ونجوم كبار في المنتخب المصري. وما زالت المباراة طبعا في البداية، والمنتخب المصري في حماسية أكبر وضغط أعلى، وإن شاء الله يكون التوفيق حليف المنتخب المصري في هذا اللقاء. والانطلاقة في الأمام طويلة لحمزة عبد الكريم خطيرة. جول أول، هدف أول بلال عطية يتألق والمنتخب المصري من البداية مكشر عن الأنياب، والمنتخب المصري من البداية رافع راية التحدي، رافع راية إعلاء شأن الكرة المصرية في هذه البطولة. وبالفعل الهدف الأول المبكر تماما عن طريق اللاعب بلال عطية، وسجدة شكر من الكابتن أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب المصري. هدف مبكر ورائع جدا في الدقيقة 3. ولسه كنت بقول لحضراتكم أن منتخب مصر من البداية في الدقيقة الأولى وهو ضاغط ورافع راية التحدي، وضغط بشكل كبير على منتخب هايتي. وبالفعل بداية مثالية للمنتخب المصري، وتسجيل هدف مبكر. رائعة التمريرة المصرية، وهداف المنتخب المصري ولاعب من العيار الثقيل في مركز رأس الحربة. بيفكرنا كده بستايل كده عماد متعب والنجوم الكبار بعد رحيل وسام ابو علي طبعا، اللي له كان تأثير كبير على رحيله على مركز رأس الحربة في النادي الأهلي. فهل حمزة عبد الكريم يكون ورقة اعتماد كامل على الظهيرين وعلى الجناحين، واعتماد رائع في نص الملعب على النجم محمد حمد اللي لما تيجي الفرصه هنتكلم عليه باستفاضه، لاعب خط الوسط المهاجم لنادي الزمالك والمنتخب المصري. حمزه عبد الكريم وبياخدوا كمان احسن 8 توالد ليستكمل عقد 32 منتخب في الدور القادم. انطلاقه ثانيه حمزه عبد الكريم وانفراد يا حمزه يا لعيب. لكن لاعب نادي انبي، مجموعه كبيره من نادي انبي على فكره متواجده في المنتخب في السكواد بتاع المنتخب. تاني حمزه عبد الكريم، بقول لحضراتكم راس حربه رقم 9 نموذجي هذا اللاعب، هداف المنتخب تمام والكمال منذ عامين بالتمام والكمال. انطلاقه في الامام ومحاوله كده للاعب فرانكو سيلزن. تتشتت الكره بره من مهند، ضربه ركنيه. مارك ارثر يلعب الكره العرضيه، خروج من عمر عبد العزيز وخطيره والله، خروج خاطئ تماما من الحارس عمر عبد العزيز. هجمه مرتده بلال عطيه الثنائي المتفاهم، بلال عطيه وحمزه عبد الكريم. وبقى هيعمل ايه النهارده لاعب رقم 8 مثالي او رقم 10 مثالي. انطلاقه في اليمين، تمريره عرضيه، فرصه عبد العزيز الزغبي جول عبد العزيز الزغبي يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري، اللي الان بيعزف سيمفونيه الانتصار من بدايه المشوار. المنتخب المصري في هذا الحوار سيمفونيه الانتصار والفوز، مباراه حتى الان في المتناول. المنتخب المصري ماسك بزمام الامور تماما. وادي امامنا الكاس وليد مهدي، وفرحه كبيره جدا لان دي انطلاقه لجيل جديد من اللاعبين بيلعبوا بشكل رسمي كأس عالم، لعيبه صغيره في السن. ويعني المنتخب المصري لم يشارك في تاريخه في هذه البطوله الا مرتين فقط، مره في 87 عليها. تبني عليها ايه؟ تبني عليها الثقه، تبني عليها الاداء بشكل جيد، تبني عليها الاداء برجوله في الملعب، كده تقدر تلعب وانت مرتاح الاعصاب، مفيش توتر، فنقدر نشوف مباراه لكن نادر السيد ابن الزمالك وعبد الواحد السيد ابن الزمالك وعبد المنصف اللي كان ذاهب لاتحاد عثمان كان ايضا ابن الزمالك. فتاريخ عظيم دايما نادي الزمالك، ولاد لحراس المرمى الكبار. وعمر عبد العزيز انا شايف انه ستايل حارس عالمي، ان شاء الله بالتوفيق لهم جميعا. اصابه والتحام الا في المرحله القادمه ولا لا. انطلاقه في الامام ومحاولات اماميه لمنتخب هايتي اللي حتى الان يغازل عن بعد منتخب مصر. عمر عبد العزيز يا ولد صوره، وهذه نقطه مهمه للجهاز الفني انه طبعا جاب كل مصر بالكامل حتى يعني يجمم. محمد ينطلق، المفروض محمد حمد على الورق قدامي بيلعب مثلث مقلوب تحت، او يعني هو راس المثلث في العمق الهجومي تحت حمزه عبد الكريم، وادي تصويبه من بعيد لكن الحارس عمر عبد العزيز. تيو بنجامين
تصويبه، لكن عمر عبد العزيز يتقرب المصري اليوم بيرتدي القميص البديل الابيض، طبعا القميص الاساسي للمنتخب المصري القميص الاحمر جدا، وامامه طبعا انطلاقه اماميه. دعونا الان هذه اللقطه، لقطه فرصه خطيره لمنتخب هايتي. الهدف الاول هجمه مرتده وهدف اول مثالي ونموذجي من اللاعب نيكولا اوليفيرا، يقتنص الهدف الاول ويعيد منتخب هايتي للمباراه، ويعيد منتخب هايتي للقاء. في استرخاء حصل كده في الاداء من المنتخب المصري، استرخاء في الاداء، تفكك في الخطوط بدون داعي ابدا ابدا ابدا. هجمه مرتده اي نعم ملعوبه اماميه جميله في الجبهه اليمنى لفرانك سيليستين، لكن الرقابه ضعيفه جدا. فين بقى الرقابه الدفاعيه هنا؟ فين لاعبي خط الوسط المدافعين؟ اين هو؟ بس لازم اللعيبه تصحى وتفوق، لسه المباراه ما خلصتش. 2-0 مش معناها خلصت المباراه. محمد حمد يا ولد العيب، محمد حمد فرصه للمنتخب المصري. حمد ولكن الكره في المملكه العربيه السعوديه، ويعني السعوديه طبعا تشارك ايضا في هذه البطوله، مشوار كبير جدا لهذه البطوله مشاهدينا. سيطره على المباراه، قادر ان يستعيد زمام السيطره على قبل اضافه الامارات. يعني قطر الامارات غير منظم دفاعيا في الوقت الماضي. اول هجمه مرتده نموذجيه اتعملت جيده من المنتخب هايتي، سجلوا منها هدف من تصويبه. اللاعب بيصوب بدون اي ازعاج وبدون اي ضغوط وبدون اي تواجد للمدافع. مهند الشامي بالكعب جميله جدا. حمزه يا ولد، حمزه عبد الكريم بالكعب روعه الى بلال عطيه، الثنائي المتفاهم تماما. وفازوا على البحرين، لكن كان احتكاك جيد جدا جدا. قبليها لعبوا مباراتين في المنتخب في المملكه العربيه السعوديه مع منتخب المملكه العربيه السعوديه تحت 2000. الجبهه اليمنى مره ثانيه الى مارك ارثر الكيمي. شوف المساحه دي فاضيه جدا يا جماعه. في انطلاقه في الامام مره ثانيه، وصل عندنا عمر كمان ومحمد ابو طالب، وانطلاقه اماميه للمنتخب المصري في هجمه مرتده. محمد حمد فين؟ وتصويبه روعه يا ولد، تصويبه روعه يا ولد. حمزه عبد الكريم بالقدم اليسرى جميله، لكن الحارس طبعا جينا يتالق في هذه اللقطه. مره ثانيه المحاولات اللوبي عندهم حلول فرديه مثاليه. الثلث الهجومي متميز جدا في المنتخب المصري. محمد حمد مره ثانيه وتمريره جول. الهدف الثالث يتألق الهداف ويعود القناص ويظهر القناص مرعب الحراس. حمزه عبد الكريم الهداف الاول للمنتخب المصري، ويقص شريط اهدافه في كأس العالم باحرازه الليله. الهدف الثالث للمنتخب المصري، ليعود المنتخب المصري مرة ثانية للتألق في المباراة. هجوميا متميزين جدا جدا جدا. التمريرة الأمامية طويلة عرضية اتعملت في الثلث الأمامي، لكن طبعا السيطرة الهجومية. محاولات في الأمام، انطلاق المنتخب المصري. عبد العزيز الزوبي انطلاقة جول، فرصة جول يا عبد العزيز. مرر يا راجل، احتفاظ بالكرة أكثر من اللازم، تطول الكرة منه وتصل إلى الكرة من اللاعب زامور إلى كليفورد. طبعا كان في مصر أحمد بلال وأبو العيلة والمجموعة دي اللي كانت بتقود منتخب مصر في هذه المرحلة. انطلاقه في الامام لصالح المنتخب المصري. هجمه ثاني محمد حمد صانع الالعاب. حمد ينطلق، حمد عاوز يشارك في الكعكه، وكمان لسه بدري. العبها عرضيه يا حمد لحمزه عبد الكريم، تترد لحمزه لكن تصطدم بالمدافعين، تطول الكره. تمريره اماميه، الجاب الدفاعي، وعمر عبد العزيز ينوب عن المدافعين ويشتت الكره بره. وادي محمد ابراهيم بيعطي تعليمات لان ما زالت. مره ثانيه نور اشرف يمرر، تمريره في الامام طويله. نور محمد حمد مره ثانيه بتحرك كتير على الاطراف. لازم تكون انت صانع العاب يا محمد، زي ما انت تعطي حلول يا ولد العيب. تمريره في العمق لبلال عطيه، تتشتت من امام بلال بره الى ضربه ركنيه. اقصر جنب ادهم فريد ومهند الشامي بشكل جيد، يعني مفيش ظهور لهم تماما. هل يا ترى بقى تعليمات ولا انطلاقه حمد المره الثانيه عاوز يسجل، لكن يتالق من امامه الحارس كليفورد جيني ويسجل ضربه ركنيه. محاولة كده للسيطرة من المنتخب هايتي. تمريرة في الأمام، الرقابة الدفاعية مش ممكن. الاستلام رائع بدورات بالوفي جدا لنادي الأولمبي السكندري، النادي العظيم والكبير، أحد أعرق الأندية المصرية. والانطلاقة في الأمام، ولكن الحمد لله الحكم ما كسبش حاجة في لقطة كانت ممكن. في ضربة جزاء طبعا، وهي بالفعل من خارج ال 18، مفيش ضربة جزاء. اتكلم مع المدربين الاثنين.
الى مهند الشامي، ومهند عرضيه جميله في منطقه الجزاء خطيره. بلال عطيه، بلال ينطلق عرضيه لمين؟ من المتابع، ولكن على طول تتشتت الكره من الدفاع، دفاع منتخب هايتي، والكره الى رمي التماس واصابه كده لعمر كمان، اصابه لعمر كمان. وهذا المركز ايضا في مصر في مشكله، خط الوسط رقم 8 او رقم 10. انطلاقه من حمد، 5 دقائق وقت بدل من الضائع للشوط الاول. حمد يا لعيب هو مصمم على التسجيل. محمد تبدا من هذه المرحله السنيه. محمد حمد مره ثانيه، تمريره جميله جدا يا ولد يا لعيب، وفرصه جول يا عبد العزيز الزغبي، وفرصه تضيع من المنتخب المصري، من عبد العزيز الزغبي. خط وسط مدافع بس المدحت، تمريره اماميه خطيره على حدود منطقه الجزاء. حمزه عبد الكريم وبلال عطيه، فرصه للزغبي للمره الثانيه، تمريره نموذجيه وتحرك ولا اروع من المتميز جدا. سجلوا هدف وضيعوا هدفين. انطلاق محمد حمد، يا لعيب يا ولد يا حمد، وتترد ثاني عبد العزيز الزغبي، ولكن الحارس فرانكو سيليستين في اليسار الى فيليب عرضيه خطيره في منطقه الجزاء، تتشتت مصري. محمد حمد في الجبهه اليمنى، محمد حمد يتألق وسيليستين تتحضر الكره في الخلف لبنيامين في الجبهه اليمنى الى مارك ارثر عرضيه في منطقه الجزاء، استلام من اوليفيه بيير صاحب القميص رقم 9 وصاحب هدف ضخم جدا لناديه اللي اتربى في نادي الاولمبي السكندري في البطوله بالامس. نتمنى ان شاء الله ان يعني منتخب مصر اليوم يحقق نتيجه جيده اكتر واكتر، لازم تضغط اكتر، والانطلاقه في الامام في تراجع نسبي، ومحاولات انطلاقه من منتخب هايتي يعني الى حد ما افضل في السيطره الميدانيه واكثر استحواذا على المباراه من المنتخب المصري في الشوط الثاني. 10 دقائق مرت مشاهدينا من الشوط الاول، خطيره في منطقه الجزاء. انطلاقه لهايتي، محاوله من فيليكس خطيره على حدود منطقه الجزاء وتصويبه، لكن برافو التكتل الدفاعي وما زالت، ولكن تتشتت الكره مره ثانيه. هجمه ما زالت في اليمين، تيو بنيامين، كره عرضيه، وعمر عبد العزيز اللي جيد في الشوط الثاني. بيير صاحب الهدف الوحيد لهايتي، عرضيه في منطقه الجزاء، ضربه راس تترد الكره خطيره، تمريره تطول الكره بره. ابراهيم النجعاوي يا جماعه لاعب الاسماعيلي، هذا نزل انس رشدي انبي ايضا انس رشدي، وتصويبه فوق العارضه بعيده تماما، تطول الكره بره الى ضربه مرمى من حمزه عبد الكريم. تصويبه بره من حمزه عبد الكريم. نزل النجعاوي مره ثانيه، المحاولات لمنتخب هايتي اللي سيطر تماما في الشوط الثاني، وثاني بنيامين خطيره على حدود منطقه الجزاء، محاولات في الامام، لكن يتالق الدفاع المصري حتى الان. ودي تمريره، هجمه مرتده جميله جدا، انطلاقه في المرتده ودي فرصه تصويبه، يا راجل يا انا. كان في طمع في تسجيل هدف، وتضيع فرصه حقيقيه للمنتخب المصري، وتصويبه مره ثانيه، ولكن يتالق عمر عبد العزيز. هجمه مرتده في اليسار الى انس رشدي، المحاوله الهجمات المرتده لابد ان تستغل بشكل جيد. ابراهيم نجعاوي، عدي يا راجل المحاولات وتصويبه بعيده، تسجل هدف تاريخي في مرمى، اداء متوازن في الشوط الثاني. انطلاقه ودي تصويبه حلوه، التمريره ثاني ابراهيم، عرضيه يا ابراهيم اقوى من كده، تصويبه امامي، لكن ما زال الاداء الهجومي حتى الان يفتقد الى الجماعيه. ثاني تمريره في العمق، مقطوعه التمريره، تركز الدفاع للمنتخب المصري. مره ثانيه المحاوله وانطلاقه لهايتي، عرضيه خطيره، عمر عبد العزيز، التمريره العرضيه لازم يبقى في تركيز من الطرف الايمن. ادهم فريد اصبحت هذه الجبهه اعتماد كبير لهايتي على هذه الجبهه في الاختراقات. المرتدات للمنتخب المصري، تتشتت الكره من امام انس رشدي في نص الملعب لمنتخب هايتي، تمريره اماميه خطيره جدا، فيليكس والتصويبه، فيليكس والاستلام والدوران، ولكن برافو عمر عبد العزيز يتألق بركنيه. بلال عطيه على التنفيذ، ادي الكره العرضيه الخطيره، ولكن تشتت الكره بره الى ضربه ركنيه ثاني، تشتت الكره بره من رقم 3 واتسون الى ضربه ركنيه، وضربه ركنيه ثاني. بلال عطيه والضربه الركنيه الخطيره، جول
الله 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 على الارتقاء، الله على الروعة، الله على التوجيه، الله على ضربة الرأس، الله على جمال الهدف من عمر كمال اللي بيرتقي فوق الجميع ويسجل الهدف الرابع للمنتخب المصري في هذا الحوار. تتصعب المهمة تماما على هايتي، والمنتخب المصري بهذا الهدف يقترب خطوة كبيرة جدا ويقترب خطوات بل خلاص على اعتاب النقاط الثلاث الأولى في بداية وانطلاقة المشوار. مشاهدينا متابعينا، هذه الكرة العرضية من الضربة الركنية المثالية النموذجية، الكروس العرضي المثالي، دفاعي أكتر، في ميول أكتر للاعبين للتمركز الدفاعي واعتماد على المرتدات. أصبح الفريق يعتمد على المرتدات، وأنس رشدي وإبراهيم النجعاوي، وبالفعل استفاد المنتخب المصري من المرتدات وسيزداد الاستفادة. وحلوة بلال عطية ومرتدة ثانية، والكرة العرضية الجميلة تتعمل له لمسة جميلة ذهبية، لمسة جميلة حريرية إلى بلال عطية، ولكن العارضة تتعاطف في هذه اللقطة مع منتخب هايتي وتنقذ الهدف الخامس وتحرم المنتخب المصري نزوله، وهو النجعاوي بصراحة، ونزول زياد أيوب. استلام بدوران بهدف، كرة تضيع يا زياد، استلام رائع ودوران رائع من مين؟ من حمزة بلال عطية اللي جيد جدا، بيرتدوا عندما يفقد الكرة المنتخب المصري بشكل جيد. إبراهيم النجعاوي عاوز يعدي لكن في فاول، ضربة حرة مباشرة على زامورو، ضربة حرة مباشرة على اللاعب ميديني زامورو، يحصل على انذار كمان. هادي زامور امامنا صاحب القميص 17، ممكن سجلنا هدف من ضربه ثابته عن طريق اللاعب عمر كمال، وادي ضربه ثابته مره ثانيه، وادي الكره العرضيه جول. لسه بقول نسجل الهدف من ضربه ثابته، وبالفعل نفس اللاعب عمر كمال وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وبنفس السيناريو وبنفس الجمل، وكانها جمل محفوظه يسجل منها الهدف المصري الهدف الثاني من ضربه ثابته. جمل تكتيكيه متدربين عليها بشكل جيد، الكرات الثابته كيف تلعب ومن سيخرج ومن سيلعب في الثاني. لكن ايوه لغايه مناقشات، طبعا مناقشات حكم الرقاء والحكم الرابع. Okay, before the goal is scored, there's an accidental attacking handball, so we have to cancel the goal. Okay, attacking handball. حارس المرمى كمان حتى الان حارس متميز يعني في مباراه اليوم، اختباراته كلها جيده. مره ثانيه الانطلاقه، لازم نعطي كده